بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. صدق الله العظيم تبارك وتعالى. حبايبي متابعين قناة عمر حبيب يوسف في البيت، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة وأتم حال. النهاردة مع بعض فيديو جديد إن شاء الله عن طريقة عمل المكرونة بتاعة المحلات، زي محلات الكشري بالظبط إن شاء الله. دلوقتي حبايبي انا بدات وجبت معايا حله، حطيت فيها ميه وحطيت فيها مكعبين من المرقه، مرقه الدجاج او المرقه الفوريه زي ما يعجب حضراتكم المتوفر عندكم، وقلبتهم كويس علشان خاطر احط فيهم المكرونه ويبقى ليها طعم جميل. وحطيت كمان ربع معلقه من الفلفل الاسود المطحون. طبعا المكرونه بعد ما اسلقها انا مش هطلعها كامله السوى، لان انا لسه هحط عليها الصوص بتاعها. السنه الصغيره من عدم التسويه دي لان هحط الصوص بتاعها معاها في الفرن علشان تتسبك كويس وتشرب من تسبيكه. حطيت لها كمان معلقه كبيره من الملح زي ما حضراتكم شفتم. وبقلب بالمعلقه المخصصه للحلل من النوع ده. بصفي المكرونه لكن ما بغسلهاش علشان ما اضيعش طعم التوابل اللي انا حطيتها في قلبها. بقطع 2 بصله متوسطين، وبجيب كيلو الا ربع من اللحم المفروم، وبجيب 2 معلقه كبيره من دهن الدوش بكون فرماهم، او 3 معالق كبار من دهن الدوش علشان تديني تطعيمه حلوه مع العصاق بتاعي. بنزل بمعلقه كبيره من الملح، وبنزل كمان بنص معلقه من الفلفل المطحون، وبنزل بمعلقه كبيره من الكزبره، وما بنساش طبعا رشه جوز الطيب، هي ما اتصورتش هنا، بعتذر. وبعد كده ببدا ان انا اخلط كويس جدا وبضربها بعد كده في الكبه علشان ما يبانش البصل في اللحمه بتاعتي. نسيت ان انا احط 3 فصوص توم مطحونين، بحطهم وبرجع بعد كده اضربهم في الكبه كلهم على بعضهم، علشان طبعا كلها تبقى داخل بعضها ما يبانش فيها التوم ولا البصل. طبعا انا جايبها لكم من عند حد موثوق فيه فعلا من بتوع الكشري. بجيب بقى بعد كده علشان اعمل، نزلت على اللحمه بربع كوب من الميه علشان افك اللحمه بس، وبعد كده بجيب حله تانية علشان اعمل العمل التالت بتاعي. بجيب بصله بصفرها في قلب الزيت، بخليها صفرة بس، وبعد كده بنزل باللحمه زي ما حضراتكم شفتم. بعد كده كمان بجيب بصلتين معاهم قليل من الزيت، بصفر برضو البصلة في قلبهم، وبنزل عليهم بالصوص بتاع الطماطم، لتر عصير من الطماطم وفصين من الثوم مطحونين جيدا، طبعا عشان ادي نكهه وتست للصوص بتاعي. بنزل بمعلقه كبيره من الملح ومعلقه كبيره من الكزبره المطحونه وربع معلقه كبيره من الفلفل الاسود المطحون، وما منساش رشه جوز الطيب. وبنزل ب3 معالق كبار من صلصه بيوريه او اي صلصه انا بحب استعملها، وبحط كمان مرق الدجاج ورشه جوز الطيب زي ما انا قلت لحضراتكم قبل كده. هي سهله جدا زي ما حضراتكم شفتوا، ما فيهاش اي مشكله. بنزل بعد كده ب3 كبشات كبار من الصوص بتاع العمل بتاعي، وبقلبهم على المكرونه علشان خاطر تكون بتطعم بطعم الصوص، ما تبقاش مجرد مكرونه بس مسلوقه. وبنزل كمان بربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود زي ما حضراتكم شايفين. بقلبها كويس. طبعا الملح حسب الرغبه، لو عايزين ما تكتروش ما تكتروش علشان خاطر اللي عنده ضغط عالي ما يرفعلوش الضغط. صدقوني كان طعمها جميل جدا واحلى من محلات بره. ما تنسيش تحطي رشه جوز الطيب زي ما قلت لحضرتك على اللحمه وعلى الصوص. باجي بعد كده بالصينيه بتاعتي وبنزل باللحمه وبسويها في قاع الصينيه، وبعد كده بنزل بالصوص بتاعي زي ما حضراتكم شايفين. جميل جدا تبارك الله. ما تنسونيش في اللايك يا حبايبي والاشتراك والشير، وان كنت جديده في القناه فعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ببدا بعد كده حبايب قلبي بنزل بالمكرونه بتاعتي. صدقوني كان طعمها جميل جدا جدا. بحط صينيه المكرونه بتاعتي حبايبي في الرف الاوسط في الفرن على درجه حراره متوسطه مش عاليه علشان وشها ما ينشفش، وكمان لمده نص ساعه واطلعها.
وهتبقى زي الفل زي ما حضراتكم هتشوفوا بألف هنا وشفا لنا ولكم. اتمنى لكم الصحه والسعاده والرضا من الله تبارك وتعالى. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. وعايزه اقول تعازينا لاهالينا في سوريا وفي تركيا. وكل عام وحضراتكم بالف خير واشوفكم على خير ان شاء الله.